بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي وأصدقائي، طبعا جاء واحد من أصحاب هذا اللي هم ملتزمين اللي عاملين انفسهم بالمساجد، يتكلم معي يقول: أين الله؟ كيف تعرف الله؟ أين الله؟ كيف تعرف الله؟ وكيف كيف كيف والقرآن بين لنا كل حاجة. وطبعا بحاجات تعرفان بعهدنا هذا اللي احنا به. كيف بعهدنا ان احنا يوم احنا ما تعلمنا ولا درسنا ولا شيء تجي لك زي الصدمة. طيب، ما احنا قلنا لكم احنا بعثنا على بعثة نبينا محمد يوم خلق على الفطرة وعلى التعريف بايش، على التعريف بأن احنا منبع النبوة تتأسس من جديد. من الذي خلق الأنبياء؟ الله. ومن الذي نزل القرآن على لسان محمد وجمع حق العلماء كلهم، حق الأنبياء كلهم؟ الله. ومن اللي خلقنا؟ الله. وهل الله قادر على أنه يرسل يدير الصالحين بالبلاد يصلحوا الوضع؟ إنهم أين الذي يصلحوا البلاد ويصلحوا العباد؟ وإحنا الآن بأكبر امتحان وإحنا مواجهين. هل إحنا راضين بالظلم هذا اللي يحصل؟ نسكت ولا نصحصح؟ أنا مشاكلي كلها من 2011 كل دمار حاميها حراميها. يعني أول ما المشكلة حقيقة أول اللي طلع كالسيارة اللي داخل مارب وبزع لي السيارة ودك 16,000. 16,000 هذه للمن؟ 16,000 هذه للمشايخ حق ما يرجعوا السيارة. والله أعلم كم زادوا خسروا وثقة. والسيارة الدم مشلحة. من اللي شلحه؟ برضو المشايخ. هل هم حكموا بحق الله؟ هذه أول مصيبة يوم قالوا أننا افتروا المشايخ. طيب، الحكومة من يوم جو أنا داخل مارب وأشياء أصلح حاجة والدولة تقوم مع الغني وأنا ضعيف ما بش معي رأس مال ما بش معي هذا أتحمل ولا داخل. وصلنا إلى 2020 نمشي بالخط وأقول برا استعمار. الأغنية بالسيارة حقي والعسكري يخلف على جنبي ويبصر الأغنية وأنا اللي أغني. ولي من كثر ما أبصرني هذا قال أنت حوثي مدري إيش. اتقى الله خاف مدري مو. دخلني داخل وخسر يجي 3 مليون أو مدي 4 مليون. مخلف المشاكل اللي مشان معي بالمتاعب حق هذا حوالي يجي ظني 11 مليون. أين رأس مالي أنا كله؟ الله تعالى رازقني وبومن يجي يحرمه مني. فحاميها حراميها. طيب الآن دحين ب2024 صاحب اللوحة بالحكومة يشتي والله العام ادك 10,000 والسنة هذه 400. ويوم صورك رجع نزل لها 180,000 لوحة بالشارع وبس مني يشتري 400 ومن هنا نزل لها وزاد حبسوني واتهموني ان انا حوثي. هاي الثانية يوم داخل السجن جسوك 6 أيام. 6 أيام ب2020 و6 أيام ب2024. خسارتي حوالي ظن يجي 4 مليون بالحبسة الأخيرة. فأنت تدافع على الحق يبزوك الذي يحمل الناس يحرموك الشيء. فبلادنا لو تكون بهذه الطريقة نعين السارق ونعين الظالم. فسموا قومنا العلماء والحكام اللي في الدولة هم دابة آخر أمات زمان في عصرنا هذا. في الخلافة الأولى الذي مر على قوم صالحين ومشومي على سيرة محمد بالحكم.
جزع مسيح الدجال والمدري ايش ولا المتاعب حقنا هذه كل علمتنا كل شيء، علمتنا الدين الاسلامي الذي نعرف الله تعالى. باش عرفك الله تعالى؟ عرفك الله تعالى بانهم هم ماشيين على اتباع والله تعالى موجود، واحنا ايش؟ واحنا نتبع الله تعالى، لا نتبع ما الدسيري على ما قبل. هل هو الكلام الحقيقة أو كلامهم؟ ما هم ظلمت أهل الأرض الآن في هذا العصر؟ مشكلة ما تحتلش. واحد محبوس على 200,000 ولو سنين ومنين، واحد على 500,000 ولو سنين، يعينوا القضايا يحلون بحق الله، يتغير على ما شرع الأول. أما الآن الآن ظلم وظلام، فيعتبرهم الدابة. سمعهم الآن إلى ما حلش المشكلة، فتعتبر أنت دابة أهل الأرض في هذا العصر الآن اللي احنا بو وآخرت الزمان ينتهي. اعملوا الشيء بحق الله، لا تخلوا الناس يروح لهم هباء منثورا. أنا واحد من اللي لقى عيشتي كله مع الأغنياء، مع المشايخ، مع الدولة، مع المصلحيين، الآن دحين أنا معي ملابس من صنعاء على أساس إن أنا أشجع لهم بلادي، وجاء لي ملابس من صنعاء. هذه الملابس وجاء لي من صنعاء على أساس إن أنا إلى معجبيني شرجحن. الآن دحين اللي بصنعاء يمكنني بتحاسب غصبا عنك، ولا وانت معطوف ولا مدري ايش. ودي لي ناس من هنا في داخل المعرب على أساس إنهم يصلحوا بيننا، وعرفوا إنه الغلطان، فاجوك أنا أكلمهم يوم ثاني تعالوا موقلكم وفعلكم، وهذا جروا تكلموا قالوا خلاص سد انتهيوا ما لناش احنا دعوة. طيب اتصل للرجال أقول له تعال بز بضاعتك احنا بحالة يرثيها، بز بضاعتك وهذا الشيء. قال اتصل لصاحبه للذي يوكله هنا في مارب، وقال له ما قدرت تحل هذا مدري ايش، وجاء رد عليه قال يا انت مبتز وانت يعني صاحب الحق يدعي الغلطان واللي يدور الناس، بل الذي هي يرضي الله تعالى هو الغلطان. وهذه حالة البلاد كله. وتكلم صاحب اللي هو هنا في مارب انه بيجي بيسحبني لكنك على الحق، وانت داري بكلامك ان انت حقيقة انا راضي يجي يسحبني بس بالحق، وإن كنت على باطل وتتهم الناس هكا وتتهيأ لك إن ورائي أحد أو ورائي أنا مع الله تعالى. وهذا التعريف على الله تعالى، وهذا هو التعريف على الله يا يلي ما تعرفوش الله. أنا تعريفي بالله ومثق بالله تعالى، وهذا هو اللي أنا أمشي عليه، الذي الله تعالى أمرني اللي هو بالقرآن مطبق نمشي على لسان محمد، ونزل الله تعالى نعمل به، ما نزل شو عبث. القرآن ماش عبث. تدالي حديث كان من أول مثل وترد حديث، عاد تخدم سواء، عاد تخدم للناس مصالح الناس بأمور الذي هي تعيشوها، الذي تحل مشكلة، وإلا انسحبك روح لك حاميها حراميها. الآن اللي في الدولة حاميها حراميها، وبون الصالحين بعدهم ساكتين على الشيء هذا خاذين منهم، والعلماء ما مش يتكلموا خاذين منهم. يعتبر هذا ليس عالم وليس عمل لله، وليس انت من اتباع الذي الصالحين اللي قاموا من الأول. اتقوا الله بالناس. أنا من يوم أعرف نفسي وأنا حالتي كله مع الظلمة، ونسكت على الظلم على أساس إيش؟ نحل المشكلة تنتهي. والآن يجي يديه لي يعمله إنه لا عاقل، وإنه شيبه، وإنه لو عودنا هذا الشيء على البطال ونخلي الشيء يمشي هذا فسد البلاد كله. الفاسد يفسد. والله بعد لما تنتهي عيشتنا وإحنا بالحالة هذه، من هو مال الصلاح؟ من هو اللي يصلح البلاد؟ من هو الذي